السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف صحة وخير. النهاردة هنعمل مع بعض السمك البلطي بطعم وريحة وتتبيلة تجنن، احلى من اللي انت بتاكليه في المطاعم بكتير. وازاي يكون مقرمش معاكي زي المطاعم بالظبط ويطلع بالشكل اللي انت شايفاه الحلو ده، وريحته وطعمه حكاية. يعني لو كلت منه مش هتشبعي. وازاي هنعمل الرز الصيادية المفلفل، وازاي يطلع مفلفل معاكي بالحبة. وكمان هقولك على طريقة حلوة اوي لتنظيف السمك. لو معاكي 6-7 كيلو سمك، ازاي تنظفيهم من غير ملل او جهد كبير. هنصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. دلوقتي انا معايا فرشة أسنان نظيفة، تكون غير مستعملة، تخليها معاكي كده على طول في المطبخ، تعينيها دايما في المطبخ لتنظيف السمك. أنا بصراحة الطريقة دي بتسهل عليا تنظيف السمك، حتى لو معايا 5-6 كيلو بينضفوا بسرعة. وهوريكم ازاي فرشة السنان هتنضف لك السمكة بسرعة جدا. زي ما انت شايفة كده السمكة يا دوبك انا حايشة منها الأحشاء بتاعتها. وكل ازاي فرشة الأسنان هتحوش كل السواد وكل الحاجات اللي جوه السمكة وتخليها زي الفل. زي ما انت شايفة كده، شايفة بسم الله ما شاء الله بسرعة البرق في ثواني فرشة السنان حاشت لي كل اللي جوه السمكة بالشكل ده كده. بتنضفي كده تحت المية على طول بفرشة السنان. فرشة السنان بتسهل لي ان انا اوصل لكل الاماكن اللي محتاجة تتغسل في السمكة بالطريقة دي كده بالظبط. طبعا عارفين ان في فرشة لغسل السمك، بس بتكون كبيرة شوية على السمك البلطي اللي هو صغير، فبتكون جامدة شوية على السمكة. ممكن تقطع لي اللحم بتاع السمكة، لانها بتكون مثلا تكوني جايبة مثلا سمك يكون صغير، فمحتاجة زي فرشة اسنان زي كده. فرشة الاسنان دي بعد ما بتخلصي برضو بتحطيها تنقعيها كده في مية وخل وتغسليها كويس وتعينيها عندك في المطبخ على طول اهو بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. نضف معايا بسرعة البرق. في حلة كده برضو هحط كم معلقة من الملح علشان ننظف السمك كويس من اي زفارة بتكون فيه. هحط برضو كم معلقة كده من الدقيق اهو كده. الدقيق والملح بينضفوا لي اي زفارة بتكون في السمك. وكمان لو عندك طحينة ممكن تحطي برضو مع الدقيق معلقة طحينة كده، بتحوش برضو اي زفارة بتكون في السمك. الدقيق والملح بينضفوا لي السمك كويس من اي زفارة بتكون فيه. وبرضو هحط عليهم عصرة ليمونة كده كبيرة، هحصرها برضو عليهم. دي طبعا من الدقيق العادي اللي عندنا كده. وهغسل السمك كده شوية، هنقعه شوية كده في المية بالدقيق والملح. وزي ما قلتلك لو عندك معلقة طحينة برضو بتحوش اي زفارة بتكون في السمك. وبالليمونة كده وهدعك السمكة من جوه كده، وهخلي الدقيق والملح اللي احنا عملناه يخش جوه السمكة كويس بالشكل ده، علشان لو في اي زفارة بتكون في السمك تطلع من السمك. وبعدين هنبتدي دلوقتي نعمل التتبيلة بتاعت السمك اللي بتدي طعمه وريحة حلوة قوي. معايا كده شوية من فصوص الثوم على قد الكمية اللي انتي هتتبلي بها السمك، ومعايا قرنين فلفل احمر وقرن فلفل اخضر، وعليهم شوية بقدونس او خضرة الموجود عندك، وشوية كده معلقتين كده من الملح، ومعلقة كده من البابريكا، ومعلقة كبيرة كده من الكمون. طبعا عارفين ان السمك بيحب الكمون. ومعلقة كده من بهارات السمك هتوديه للسمك يعني في حتة تانية خالص. وليمونة كبيرة كده هعصرها برضو على التتبيلة. وهجيب برضو ليمونة تانية نعصرها برضو على التتبيلة اهو كده.
هتدي طعم حلو قوي للتتبيلة اللي احنا عاملينها. وهضربهم كده في الكبة، هتضربيهم في الكبة، هتضربيهم في الخلاط، هتضربيهم في المطحنة الموجود عندك، اشتغلي بيه. حتى لو هتدقيهم كده بالهون، يعني الموجود عندك اشتغلي بيه على طول. هضربهم كده ضرب متقطع كده بالشكل ده كده، بحيث ان يكونوا مش معصورين، يعني انا مش عايزاهم يكونوا معصورين. وهي التتبيلة بعد ما فرمناها كده، هجيب السمك البلطي بتاعنا كده، وهحط عليه التتبيلة كده، وهو كده من بره ومن جوه برضو كده زي ما انتوا شايفين كده. ولا تفضلي تعملي بالواحدة كده ولا اي حاجة، كده على السريع التتبيلة كده من فوق الوش ومن جوه ومن بره كده، وتسيبيهم في التتبيلة دي شوية كده ياخدوا الطعم. كل ما هتسيبيهم في التتبيلة بيكونوا احلى واحلى. وعلى فكرة ممكن برضو لو محتاجة انك تعملي كمية صغيرة وتشيلي الباقي في الفريزر، تشيليه بالتتبيلة عادي خالص، طلعيه على القلي على طول. انا جايبة حوالي 5 كيلو من السمك، بس دول نص الكمية. هدعك كده التتبيلة بتاعتنا كده من بره ومن جوه كويس في كل السمك كده، بحيث ان يكون التتبيلة كده فيهم من جوه ومن بره كده. وخلاص خلصنا كده تتبيل السمك، وزادت معايا كده حاجة من التتبيلة. ممكن التتبيلة دي تشوحيها وتنزلي عليها بعصير الطماطم وتحط فيها السمك، بتبقى طعمها تحفة. هنا بقى نيجي للدقيق بتاعنا اللي هنبطن بيه السمك علشان نقليه. معايا كده شوية من الدقيق، مش كتير، على قد الكمية السمك اللي انت هتعمليها علشان ما تهدريش دقيق كتير. حطيت عليهم 3 معالق كبار من النشا علشان السمك يبقى مقرمش معايا. وحطيت عليهم معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الكمون، وهقلبهم مع بعض. وحطيت عليهم كمان معلقة كبيرة من بهارات السمك، بتفرق جامد جدا بهارات السمك، والطعم بيكون حلو قوي. هقلب كده كل الكلام ده مع بعضه كده، وهحط معلقة كمان من الكمون. انتوا عارفين الكمون حبيب السمك. انا هنا حطيت نشا، علشان النشا هو اللي هيخلي السمك يبقى مقرمش وعامل طبقة حلوة كده من فوق. هقلب كده كل ده مع بعضه كده، وهبتدي بقى ان انا اجيب السمك كده بعد ما سيبته في التتبيلة شوية، هبطنه كده شوية بالدقيق اهو كده. بعد ما خلصنا هنا تبطين السمك هنقليه طبعا، ونخش على طول على الرز الصيادية. هحط كده حبة حلوة كده من الزيت، تكون كتيرة شوية، وهنزل ببصلتين كبار اهو كده. انا بحب بصراحة اعمل الرز الصيادية ده قوي. دلوقتي انت المتحكمة في درجة لون الرز الصيادية اللي انت هتعمليه، يعني مثلا عايزاه غامق، عايزاه لونه ذهبي كده فاتح، على حسب البصلة بتاعتك ما بتاخد لون. دلوقتي بصوا على التركية الحلوة دي، هاخد كده من الزيت اللي هو قليه بيه السمك، علشان ريحة الرز الصيادية معايا تبقى واخدة طعم كده السمك. الرز الصيادية عايزة اقولك البصلة ما تحطيش عليها حاجة ابدا زيادة عن الكمون والملح بس، فقط لا غير. بلاش المرقة او اي حاجة تانية، بس فقط لا غير الملح والكمون فقط. دلوقتي انا زودت مية على حسب كمية الرز، يعني مثلا هتكوني معايرة الرز على قد المية بالظبط عشان يطلع معاكي مفلفل وحلو. هحط عليه حبة كده من بهارات السمك بس والكمون، وهقلب كده
طبعا دلوقتي احنا حطينا المية على قد الرز بالظبط اللي انت هتعمليه. اول ما ابتدي كده ان هو المية اللي احنا حطيناها تفور، تغسلي الرز على طول وتنزلي بيه على المية اللي بتغلي اهو بالشكل ده. اول ما تفور كده معاكي تنزلي عليها على طول بالرز اللي احنا غسلناه اهو كده. بس كده هنغطي عليه ويطلع بالشكل ده. هذا هو الشكل اللي انا بحبه قوي، ان لما اشوف كده البصلة على الوش كده اهو، شايفين متفلفل ازاي بالحبة بالظبط اهو. وريحته كمان حلوة قوي علشان شوية الزيت اللي خدناهم من السمك وهو بيتقلي حطيناه عليهم. وقدمته بالشكل ده في الطبق مع جرجير وطماطم وليمون وكل الحاجات اللي بيحبها السمك دي. وهو الرز الصيادية برضو اللي احنا عملناه قدمته بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده، طعمه تحفة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.